في الفيديو ده هتسمع آراء صادمة قالها أحد أشهر أساتذة الطب النفسي. هي أفكار بسيطة لكنها هتغير نظرتك لنفسك وللعالم. أول حاجة بيقول لك الحب مش صدقة بتتوزع على حد، اللي يستاهل يتحب هو اللي واقف على رجله، مش اللي واقع عند رجلين غيره. بيقول لك لو عايز تعيش حياة حقيقية وسعيدة لازم تعرف قيمتك وتوقف الاعتماد على رضا الناس. ما تعتمدش على ان الناس ترضى عنك. بيقول لك صدق نفسك، تحمل مسؤولية عن قراراتك. كمان بيقول لك قلل استعباطك بقى انك عايز ترضي الاخرين. بيقول لو خايف من حاجة اعملها، كرر التجربة لحد ما الخوف يزهق ويمشي. بيقول لك التجربة والفشل المتكرر هم اللي بيصنعوا شخص اقوى واكثر هدوءا. ايضا بيقول لك ما حدش بيطالبك انك تهتم بالعالم، وايضا ما حدش مطالب انه يهتم بيك. حتى اقرب الناس لك مش مجبرين انهم يطبطبوا عليك. هو بيقول لك كل ما تقلل اعتمادك على اهتمام الناس كل ما زادت قيمتك عندهم من غير ما تطلب. بيقول لك ركز كمان على عالمك الصغير، مزاجك، طريقة تصرفك، ردودك، الناس اللي حواليك، واهتم اهتم بنفسك. ما تخليش دايما اهتمامك بمنظرك قدام الناس، لا، خليك دايما مهتم انت بنفسك وبما تحققه حتى ولو نجاحات بسيطة كل يوم. فعايز بيقول لك الطاقة اللي بتبذلها على انك تشتم اللي ظلمك انت لو استخدمت الطاقة دي لتقوية نفسك كنت انتصرت عليهم بنجاحاتك. بيقول لك الناجحين مش بيركزوا على الرد على اللي بيظلمهم او اللي شتمهم، بيركزوا على انهم ينجحوا، وهو ده اقوى انتصار عليهم. ايضا بيقول لك استمتع بالتجربة وتعلم من الفشل، لان النجاح مش بيجي للكاملين. مفيش نجاح ابدا كامل. جربوا اكتر من مرة وفشلوا ونجحوا. كمان بيقول لك عايزك تقتنع بنفسك وتسامح نفسك على كل غلطة وكل ضعف. الكلام ده قاله الدكتور عصام الخواجة أستاذ الطب النفسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وحبيت أنقله عليك عشان تستفيد منه. تحياتي وأنا بشكرك على الاستماع وخالص شكري.